اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير، ويجعل ايامكم وحياتكم ان شاء الله كلها خير وسعادة باذن الله. النهارده هنعمل طاسة كده مميزة، وفي نفس الوقت كمان مش مكلفة، وعلى قد ايدينا كلنا. الطاسة دي انا بحبها جدا، وبحب اعملها للولاد، وكمان بتنفع ممكن في السحور، لاني طبعا بيبقوا محتاجين حاجة تبقى صادة معاهم طول يوم الفطار. كده 3 بطاطسات، وهتجيبيهم وهتقشريهم وهتبتدي تبشريهم بالمبشرة كده زي ما انتي شايفيني. بقى كده رفعت الطاسة على النار بتاعة البطاطس، وخليت النار بتاعتي متوسطة، وحطيت عليها 3 معالق من الزيت. تمام، هنبتدي نقلب في البطاطس بتاعتنا، وخلي النار بتاعتك متوسطة علشان انا مش عايزة احمرها، لا انا عايزة اسويها اخليها مستوية معايا. بقى كده ادي البطاطس ابتدت ان هي تدخل في مرحلة السوا شوية. هنزل عليها بطماطمايه متقطعة وقرن فلفل كوبي، ولو حابة كمان تحطي قرن فلفل حامي حطي طبعا لو بتحبي الحامي. مع التقليب والنار متوسطة، اهم حاجة اوعي تعلي النار. بقى كده هنبتدي نحط البهارات بتاعتنا، وزي ما انت حابه تبهري بهري. انا بقى حطيت شويه فلفل اسمر كده معتبرين، وكمان هنحط بقى نطرة من الثوم البودر، حبة كمان من البصل البودر. المتوفر عندك واللي موجود حطيه، او اللي ولادك بيحبوه من البهارات حطوه لهم. وحطيت كمان شوية اهو من البابريكا، يبقى فلفل اسمر، بابريكا، ثوم بودر، بصل بودر، شوية الملح بتوعك. وظبطي طبعا الملح، علشان البطاطس لما بتبقى من غير ملح ساعات الولاد ما بيرضوش ان هم ياكلوها. وهتقلبي كل ده كده في قلب بعضه. بقى طبعا بقى علشان ما نقولوش ولا في لحمة ولا في فراخ، فانا كنت جبت بالظبط كده ب20 جنيه بسطرمة، وابتديت ان انا اخليها من التوم بتاعها، ونبتدي ان احنا ننزلها على البطاطس بتاعتنا زي ما انتي شايفة كده. طبعا كده دي طريقتها حلوة وخفيفة جدا، وان شاء الله ولادك هيحبوها. في ناس كتير طلبت مني اكلات تبقى خفيفة وسريعة في نفس الوقت وما تبقاش مكلفة، فكده دي مش مكلفة خالص وسريعة جدا. ومن ضمن الاكلات اللي الولاد بيحبوها تبقى سريعة، يعني دي ممكن تتعمل في سندوتشات، بتبقى حلوة قوي قوي. تمام، طبعا هنغطي الطاسة بتاعتنا علشان خاطر البسطرمة تستوي. اخر حاجة هنحطها، ودي اختياري، متوفرة عندك حطيها، مش متوفرة خلاص يا ستي خليها على كده. لو عندك مثلا شوية من الجبن كنتي محوشاهم في الفريزر، تنفعي ان انتي تحطيهم حطيهم. انا كان عندي شوية من الجبنة الموتزاريلا كده، هحط على الوش شوية صغيرين علشان برضو بتديها طعم حلو، بس ديت اختياري. اللي عنده يحط، واللي ما عندوش خلاص عادي يخلي الطاسة زي ما هي. بقى كده ادي الطاسة بتاعتنا، بصوا يعني اللهم بارك اللهم بارك، حلوة جدا، طعمها حلو جدا جدا، سهلة وسريعة ومش مكلفة. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم زي ما بقول لكم كل مرة السلام عليكم.